عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من ريفيوهات بازلوكا. جبت سبيروس باتس سوق سودا ليه؟ وبعدين كل العيله بصالي في الطعم ده، وهم حرفيا قاعدين دلوقتي مستنيني ورا الكاميرا علشان يدوقوه. ودبل دير موجوده في اغلب الاماكن. هنبدا بالليموناده. الصودا قليله عامه. ليتس تراي. شبه الليموناده اللي امك بتعملها في البيت، بس هتسد بعد الاكل. اديها 7 من 10. ودي اليوسفي. انا بحب اليوسفي قوي، ف تمام ولا اي كلام؟ مش بتش. قشر يستفندي بصراحه مش عجباني. 3 من 10. عارفين لما صاحبك او اخوك يرخم عليك ويعمل لك قشر يستفندي كده في وشك؟ ده طعمها. ودي اقدم واحده فيهم خالص، وطعم التفاح. كل الناس مستنياني ان انا اخلص الريفيو علشان يشربوها. تيجي نشوف. دي احلى واحده، ودي هديها 7 من 10، ومش هديها لحد بعد ما اخلص. هشربها بعد الاكل. ده بقى دبل دير. الناس بتقول ان احسن طعم ده اللي هو بالقهوه والشوكولاته. تيجي نشوفه. طعمه قهوه قوي وجديد، يعني ده طعمه غريب. اللي بيحب الحاجات الغريبه هيحبه، بس هو مش بديل لاي حاجه ثانيه، هو لوحده. ده لو هشربه مع الاكل فهديله 3 من 10 عشان ده ما يتشربش مع الاكل. لو هشربه بقى في اي وقت عادي كده فممكن اديله 6 من 10. اقسم بالله ما قادره. ندخل على البطيخ. التاني ما كانش فيه لون بطيخ بجد. يا جماعه هو خفيف وطعمه لبان بطيخ، يعني هو بطيخ من بعيد قوي. في طعم بطيخ. 4 من 10. اخر طعم ده عنب. على فكره انا جربت منه امبارح اليوسفي بتاعه كان طعمه حلو. فده عنب، صوته حلو قوي، في صودا، لونه حلو قوي، وطعمه حلو. طعمه مش وحش، في ده وقحه سنه، بس ده مش وحش بجد. 5 من 10. اكتر حاجه عجبتني في دول في سبيروس باتس كانت التفاح الاحمر، وفي دبل دير كانت العنب. وعلى فكره القهوه برضو فيها دي مش سيئه، هي طعمها غريب فمش اي حد هيحبها. واشوفكم في ريفيو جديد ملوش اي لازمه. شكرا ليكم، باي باي.